السلام عليكم ورحمة الله. الوحدة اليمنية ملك للشعب اليمني، وهو صاحب الحق الأول والأخير في رسم مستقبلها. الشمال اليمني يحكمه أنصار الله وحلفاؤهم، والجنوب اليمني يسيطر عليه المجلس الانتقالي وشركاؤه. هؤلاء يتحملون المسؤولية التاريخية الكاملة عن مستقبل الوحدة اليمنية وعن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، بعيدا عن المصالح الشخصية والمكاسب المؤقتة. التاريخ يسجل والشعوب تراقب. الوحدة اليمنية ليست مجرد اتفاق سياسي تم توقيعه بين الرئيس علي عبد الله صالح رحمه الله والرئيس علي سالم البيض. الوحدة اليمنية جاءت نتيجة رغبة وإرادة شعبية عارمة من جميع اليمنيين في شمال اليمن وجنوبه. الوحدة تصنع المعجزات. الوحدة شرف الأجيال ومستقبلهم ومصدر فخرهم، لكن هذه الوحدة واجهت الكثير من الصعاب بسبب ضعفاء النفوس وعصابات الفيد والأزمات المتلاحقة. وفي ظل الوضع الحالي، في ظل استمرار الحروب وتعدد المكونات السياسية والأطراف وتباعد النسيج الاجتماعي عن بعضه وتعدد الولاءات الداخلية والخارجية، الوحدة اليمنية اليوم بحاجة إلى معجزة إلهية وإرادة شعبية عارمة تعيد الوحدة إلى مكانتها الصحيحة، وإلا فإن مستقبل الوحدة في خطر. أخيرا، تعرفون من هو العدو الأكبر للوحدة اليمنية؟ مجلس الرئاسة الذي يعيش خارج اليمن، شركاء فوضى 2011 وشركاء مؤتمر الحوار الوطني 2012 الذين يطالبون بدولة اتحادية مكونة من 6 أقاليم، يريدون تقسيم اليمن إلى 6 دويلات. من بداية الربيع العربي ومن بداية مؤتمر الحوار الوطني وأنا أطالب بموضوع آخر: إذا لم تستطيعوا المحافظة على الوحدة كما هي، فعليكم بتشكيل دولة اتحادية واحدة مكونة من إقليمين، شمالي وجنوبي، مواطنة متساوية، توزيع عادل للثروة، الجميع متساوون أمام النظام والقانون، إعادة الحقوق والممتلكات إلى أصحابها، توسيع الصلاحيات للمحافظات تعطى من دولة الإقليم لمدة 3 سنوات. بعد ذلك الشعب اليمني يقرر مصيره بنفسه في البقاء مع الوحدة أو الانفصال. الوطن ليس غنيمة لأحد، الوطن أمانة وشرف وعمل وبناء وتضحية. اليمن بحاجة إلى قيادات جديدة نزيهة تؤمن بحق الشعب اليمني بالعيش الكريم وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.